محمد السادس راه يطيح بين يدينا، راه غادي نحاسبوه اكيد. هادي افيق معنا الزبر، راك كتعيش مره وحده، راه عندك ثروات، راك مدلول، راك حاكمك ديكتاتور. وكوريا كوريا الشماليه وما فيهاش هادشي اصاحبي، وما فيهاش هادشي. الديكتاتور ديال كوريا الشماليه كيم يون جونغ، وما فيهش هاد الديكتاتوريه اللي في هاد ولد تراو وترك عليه تبوس ليه وعاش سيدي. والحس يمات الحس، فين غادي؟ طيب تولنا راسنا صاحبي، غادي نبقاو بحال هكا الا ما تجمعناش وما درناش، ما تجمعناش في تنظيم، وما توحدناش، وما قلناش اسقاط الملكيه، وما حيدناش المندسين، وما فضحناش الناس اللي كيسترزقوا، وما درناش هادشي كامل، راه ما غادي نديرو حتى لعبه. الا ما سقطناش الملكيه ودرنا دستور جديد وقوانين وضعيه وفصل الدين عن الدوله، ما غنديرو حتى حاجه. سالات الحفله. هاد المجرم اللي كيسرقوا الثروات ديالنا اللي المفروض اننا نعيشوا بها ونديروا بها مشاريع وننمو بها البلاد ونحطموا ارقام قياسيه. حنا راه الا جينا نحسبوا الثروات ديال بلادنا راه نكونوا اغنى دوله. حنا راه خصنا نكونوا من ضمن الدول المصنفه اكثر دول سعاده في العالم. علاش؟ حيت عندنا الثروات، ودوك الثروات ما كيشفروهاش هذوك اللي شادين الحكم العلويين. راه درنا بها شحال من حاجه. عاد ديال الثروات بانوا، عاد غير الفوسفات بوحدو يمكننا نديرو به ما عرفتش شنو. عرفتي شحال ديال الثروات عندنا صاحبي؟ عرفتي محمد السادس شحال ديال الفلوس كيدخل؟ شحال ديال الفلوس كيدخلها صاحبي؟ الاتحاد الاوروبي عرفتي شحال ديال المساعدات كيعطيه باش المغرب يتنمى؟ كيكذب عليهم، كيعطيوه فلوس ديال المساعدات الافارقه اللي كيجيو للمغرب باش يكد لهم الاوراق. زيد كيعطيوه الفلوس باش يحبس الهجره، ما يسمى بالهجره السريه، اللي هما سبب اصلا العائله العلويه، هي سبب انه الشباب كيمشيو يهاجروا من المغرب. شنو مازال؟ تجاره الحشيش، زيد عليها تجاره الحشيش، المخدرات اللي كيصنعوا في المغرب وكيصدروها حتى هي الفلوس عرفتي شحال كيدخلوا فيها. زيد شنو مازال؟ الثروات المعدنيه، المعدن على الاشكال والانواع، فيما جيتي في جميع المجالات كاينين، ماشي ما كاينينش، كاينين. زيد شنو مازال؟ الفوسفات، الثروه السمكيه، عندك ارض خصبه. زيد الشركات الاجنبيه اللي كيجيو كيلقاو اليد العامله رخيصه، هنا كيجيبوا البياس ديال الطوموبيل وكيركبوه. يعني ماشي المغرب اللي كيصنع الطوموبيل ولا، يعني مجرد مستضيف كياخذ شويه ضرائب الشركات حيت كيلقاو اليد العامله رخيصه، كيلقاو بنادم رخيص. هادشي شحال ديال المصادر باش كيدخل الفلوس. زيد الدعاره، السياحه الجنسيه، الدعاره اللي كيدخل منها هي حتى هي الفلوس. الجاليه المجليه اللي كاينه في الخارج اللي باقا عندها حريه التعبير والقوانين انها ما لا خوف عليها، ما كدويش حتى هي، كيصيفطوا الفلوس الكونطات. عرفتي شحال ديال الفلوس كيدخلوا من العملات الاجنبيه؟ هادشي كامل، هاد المداخل كامله عرفتي الا جينا نحسبوهم، عرفتي الا جينا نحسبوا هادشي يا صاحبي، انت راه فتي ايلون ماسك وما يليه انا واحد صاحبي ما عرفت ما. ومن الفوق نزيدو نرقعوا لك نقولوا لك عاشتي وعايش على ظهرنا نتايا، ونزيدو نرقعوا لك ونبوسوا لك اليدين والكتاف، ودري صغير تا هو نبوسوا ليه يديه، اييه واختو تا هي نبداو نبوسوا لها الكتاف وندير ولاد القحاب، وتزيدوا تضحكوا علينا بالدين تا هو، تضحكوا علينا بالدين. تقول لي انت امير المؤمنين الله اللي عطاك داك الشيء؟ لا سمح لي السي محمد، زاديتي لقيتي باك اصلا ديجا هاد الشعب روضو، دار ليه روضوا على هاد، واخا دير فيه اللي درتي فيه كيبقى ساكت، دير فيه اللي درتي. يعني المساله راه وصلت لواحد الدرجه راه كبيره، راه حقوا اخويا الشباب ما يمشيو يهاجروا، راه حقوا البنادم ما خدام معاهم البوليس والاجهزه بين قوسين الامنيه اللي كتحميهم حتى هما كيهربوا، راه بالسيف يمشيو يهربوا يطلبوا اللجوء، راه بالسيف اصاحبي، راه بالسيف. شكون غيبقى مع هاد ولاد القحاب هادو؟ وزيد على الاعلام حتى هو مطوقين من جميع الجوانب، الاعلام حتى هو كاينين شباب اش كيديروا ولاد القحاب؟ كيطلعوا زعما كيديروا مواضيع متنوعه زعما باش يفيدوا زعما ما يسمى بالجمهور. وهو اش غتفيد في هذا الشعب؟ اش غتفيد الدوله وما فاتو؟ وهذا انت غادي تفيدو؟ كيدير لك فيديوهات متنوعه، كيجيب لك شي فيديوهات لا علاقه لهم بالواقع ديالنا. شويه فاش كيحصلوا واحد الحصيله كبيره من هذوك الناس، دوك الناس اللي باقي عندهم شويه الدماء، اش كيديروا ولد القحبه؟ كيولي يخدم الاجنده، هو راه من الاول خدام معاهم، وكيولي يخدم الاجنده ديالو الجزائر، القضيه الصحراويه، هي هنا المرتزقه، باق نحن نغرق. ايوا كيزيد. فين غاديين ولاد القحا؟ فين؟ الدوله كتبنى بالسياسه، كتبنى بالافراد، كتبنى بناس داخلين ناويين يخدموا البلاد، الناس داخلين السلطه، ما كايناش بيد راجل واحد اللي هو محمد السادس، ما كاينش الدين ما داخلش في الدوله، الثروات كتسخروا لتنميه البلاد باش نوصلوا لواحد المؤشرات قياسيه.
هادشي كامل ما يمكنش لنا نديروه. هادشي كامل اللي كنهضروا عليه ديال التنميه والشباب ونوليو نصنعوا الاسلحه او اننا نصنعوا السيارات او اننا نديروا شي حاجه، حيت ما عندنا السياده. ما يمكنش نديروا هادشي، ما عندنا السياده. حنا تبع حنا ما عندنا السياده. لذلك راه موجب اننا خاصنا نخرجوا نقولوا كفى ونسقطوا هاد المجرمين هادو، نسقطوا هاد العصابه ونحسبوهم. هذا هو لفان، اننا نخرجوا ونسقطوا هاد ولاد الكلاب. صافي سالات الهضره، صافي سالات الهضره. ما كايناش شي حاجه اخرى، هو اننا نخرجوا نقولوا حباس المرقه. بارك علينا، عينا من هاد الشوهه، عينا من هاد الكرامه ديالنا تجفات بها شحال من مره. هاد الشعب هذا ما عندناش حنا الاعتبار، حنا ما كاينينش في الحسبان. ملي كنقولوا المغرب، ملي شي واحد كيجي كيبدا يبخ عليك يقول لك المغرب، راه كيقول لك الملكيه. الشعب شيء والملكيه شيء. سالات الهضره. من يدافع على الملكيه فهو خائن. خائن. كنخونك من هذا الفيديو انايا، كنخونك من هذا الفيديو. انت خائن، انت مع المجرمين، انت ماشي مع الشعب. الشعب هو بحالي وبحال الاخر مساكن اللي حيدوا لنا رزقنا، حيدوا لنا رزقنا وخلاونا كندوروها بلاصتنا بحال الحمير. وزيد عليها الكذوب اللي كيمارسوه، الوعود الكاذبه. المغرب سوف يتألق في 2030، عندنا واحد الثروه الا سخرنا. هادشي كامل راه ما يمكنش لنا نديروه، ما يمكنش لينا نديروه. هادشي كامل ما يمكنش لنا نديروه الا ما جريناه على هاد العصابه. ما عندناش السياده. شتي السياده ما عندناش. الامن والامان بين قوسين اللي مصدعين كرنا به ما كاينش. فين هو الامن؟ فين هو الامن؟ بنادم كيتكريسا. شكون اللي خلى داك السيد يبدا يكريسي؟ شكون اللي خلى داك الشاب يبدا يكريسي؟ حيت ما لقاش خدمه، ما قراش، ما تعلمش الوطنيه. حيت كون كان وطني ما غاديش يمشي وحده بحالو بحالها غادي يكريسيها. وكان وطني فعليا. تفضحتوا في العالم يا العلويين، تفضحتوا. مقام يتخبى. شوهتكم شوهه. العالم كامل عارف انك زامل، وهاد الشعب باقي كيرك عليك. اخوان، عندنا ثروات، عندنا الاراده، عندنا واحد القضيه. الصراحه والله الا عرفتي خصك تكون انسان عيش حر ماشي عبد. فيقوا علينا من السمنه، راه كنعانيو صاحبي في هاد البلاد. الحياه راه قصيره بزاف اصاحبي باش نبقاو نلهيو راسنا في هادشي. شحال من حنا ما نعيشوش اصاحبي. راه عييت اصاحبي بالمرقه والخبز وتا صاحبي، راه طبت. كذب عليك، راه وليت واش كنشوف انا المرقه والخبز راه كنحمل جدير امي راسي. انا كنقول شاد الخرا هذا هما يضربوا مع راسهم. ما ألذ وطاب في الدنيا. وحنا هلكونا بالمسمن والحرشه. قال لك الثقافه المغربيه القلاوي ماشي الثقافه المغربيه. صافي جا الوقت فاش نكون صراحه اخي. صافي سالت الهضره اخي. جا الوقت فاش نكونوا صراحه اخي. عاودوا نكرركم ديروا اللي بغيتو ديروا اخي. اعتقلوني ولا قودوا ولا شو باش ديروا اخي. انا طلع لي الدم اخي. سنين والناس كدوي باقي ما درنا حتى شي حاجه صاحبي. باقي ما درنا حتى شي حاجه. بحال واحد خنا جاي عندي بتبخ عليا، جات عندي للخاص. لا تناضل بهذه الطريقه، لا تحمله حقدا شخصيا، يجب ان تؤمن بالقضيه. بلوكي الطبون ما انا غادي تغلبني. بلوكي الدين ما قلت لك الحقد. واش واحد كيطلع معنا القراعي وسارق لنا الثروه ومشرد ولادنا وزيدها انه فقرنا وشحال من حاجه ويبيع خوتنا ويستغنى ويدخلنا للحباسات وما نحقدش على دين امو. انت ماشي انسان انت يا اخي، انت راه حيوان ولا ما عرفت شنو. لا عياش الى مزبله التاريخ. صافي النظام الى مزبله التاريخ. انا لا اعتبره ملكي، انا ماشي ملكي، انا جمهوري. انا لا اؤمن بالملكيه. الملكيه ما عندنا ما نديرو بها. سالت الهضره. الحياه قصيره الاخوان، خصنا نستغلوها، نعيشوا بعد هذه الحياه. واللي كيامن بشي حاجه ما وراء الموت ديك الساعه ضبط الراس. راه نعيشوا بعد هذه الحياه ديك الساعات نشوفوا شنو كاين. وباز صاحبي وباز. وزيد على اصحاب الحياه هما ولاد القحاب السلفيين. كاينين الناس مزيانين كيقولوا كلمه الحق، ولكن هذوك اللي كيدعيوا انهم متدينين وغاديين مع النظام. وزيد عليهم الامازيغ حتى هما اللي غاديين مع النظام، حتى هما ولاد القحاب. اي واحد شوف سالت الهضره. اي واحد مع هذا النظام، مع هذه الملكيه، راه يعتبر خائنا.